بسملة بالرحمن الرحيم، وحمدا للعزيز الحكيم، وصلاة وسلاما على النبي محمد العربي الهاشمي الأمين. كل الحروف إذا نطقت باسمه قامت له من حبه تعظيما. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسولا، هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل، هذا الغمامة ظللته إذا مشى، كان الثقيل إذا الحبيب يقيل. صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فحديثنا اليوم بعنوان رذائل شم النسيم. يقول الله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد. هذه آية صادقة من كتاب الله جل وعلا تهدد كل من عصى الله عز وجل، وكل من خالف أمره، وكل من عصاه وحاد عن المصائب. فالله عز وجل لا يحارب، الله لا يحارب بالمعاصي، وإذا حورب غضب، وإذا غضب أهلك. ما الذي أهلك قوم فرعون؟ ما الذي أهلك قوم ثمود؟ ما الذي أهلك قوم لوط؟ ما الذي أهلك النمرود؟ ما الذي أهلك الأمم السابقة؟ أليست الذنوب والمعاصي؟ يقول الله جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ويقول الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأقصروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. النمرود لما علا وتكبر وحاش إبراهيم في ربه، لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، فقال: أنا أحيي وأميت. ثم دعا برجلين وقال: حكمت عليهم بالإعدام. الاثنين هيموتوا. شوفوا فيكم رجل حد فين بفكر ان ليه موت وحي، قال: حكمت على الاثنين بالموت بالإعدام. ثم قال لواحد: أنا عفوت عنك، وواحد يميت، وظن أن ذلك موتا وحياة، فعارض الله عز وجل فأتى له إبراهيم بآية، قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فماذا كان عذابه؟ لما عصى الله وتضرع على الله أذله الله عز وجل بأضعف المخلوقات. ذبابة دخلت في أنفه فوصلت إلى رأسه، فكان لا يهدأ ولا ينام إلا إذا ضرب على أم رأسه بالنعال. فلما يجي ينام كانت الدبانة أو الطاعونة تلعب، فيقوم قايم يهبل ويقعد يتكلم، فكان ما يستريحش إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. وأحب الناس إليه من اشتد عليه. لماذا؟ لأنه حارب الله عز وجل بالمعاصي. فرعون لما تكبر وطغى وبغى وقال: أنا ربكم الأعلى، وتكبر وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، تكبر بأن الأنهار بتجري من تحت، فعاقبه الله بمثل ما تكبر به، فجعل الأنهار تجري من فوقه. إذا الله لا يحارب بالذنوب والمعاصي. قوم شعيب لما عصوا الله عز وجل فماذا كان عقابهم؟ الله عز وجل سلط
عليهم سحابة أمطرتهم نار. يعني عارفين السحاب بينزل مطر ومية، دي السحابة كانت بتنزل عليهم نار عقوبة من الله عز وجل. قوم لوط لما عصوا الله عز وجل فكان عقابهم أن قلبت الأرض بهم. ربنا أجل الأرض بهم. فالله لا يحارب بالذنوب ولا يحارب بالمعاصي. انظروا إلى الناس في هذا اليوم، في يوم شم النسيم، ماذا يفعلون؟ ما أصل هذا اليوم؟ إن كان هو كما يقولون إن هو عطل الربيع مضى من 21/3، أول فصل الربيع 21/3، إنما يوم شم النسيم ده كان يوم 13/4، ملوش علاقة بالربيع خالص. إن كان عيدا فرعونيا فما لنا والفراعين، والفراعين كانوا كفرة، إحنا بنتبع عاداتهم ليه؟ إن كان عيدا قوميا فلماذا يأتي كل عام ملازما لعيد النصارى؟ ليه كل سنة بيجي موافق اليوم ده؟ وبعدين ان هم عندهم عادات ان بتلاقي اليوم ده وشم النسيم والحد يقول لك عيد النصارى، ويقول لك السبت زي ما بيقول لك السبت النور، فترى النساء والاطفال يضعون الكحل مش حرام، بتحطه في اي وقت، ولكن اشمعنا في يوم السبت ده؟ وقبل منه جمعه تلاقيها عندهم بيسموها الجمعه الحزينه، وفي الاسلام جمعه اسمها جمعه حزينه. ده خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، وفيه يعني يوم مفضل عند الله عز وجل، يسمونها الجمعة الحزينة. وقبل منه 4 بيسموه عندهم 4 أيام، يقول لك إن اللي بيغتسل فيه ما يبقاش عنده وخم ولا عنده كسر. بدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر. سنن اليهود والنصارى فارس والروم شبر بشبر. لو لقيت واحد النهارده لابس لبس معين تلاقي الشباب كله يقلد، واحد حلقه معينه تلاقي كل الشباب يقلد، واحد عامل حرف في دماغه او خطين في دماغه تلاقي الشباب كله بيقلده. تقليد أعمى. لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه. شوف لحد فين؟ يعني أقل حاجة الواحد تجدوهم فين؟ وفي المثل يقول لك إيه؟ إذا طابت الزي لو لبست زيهم وكلت زيهم طابق القلب. هتسير على طبيعتهم وهتسير على هداهم. والنبي يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طب بالله عليكم، ربنا عامل لنا شريعة وجايب لنا قرآن وسنة نمشي عليها، ده التشريع بتاعنا والدستور بتاعنا. لو واحد أدعم الطريق، أنت لما تبص للنجم في السماء، النجوم في السماء، لو فيه نجم خرج عن مداره اللي ربنا أسهله ومحدده له هيحرق. أرأيت نجما في المضرة كلها ترك المضرة واستخف المقصدة، لو حاد عن أمر الإله عظيمها لهوى من العلياء ودك وجدد ونشاط في جو السماء محرقا ومحذرا من قد عصاه وعانده. لو النجم في السماء خالف مداره هيحرق، فما بالك بالإنسان بيخالف ربنا سبحانه وتعالى ويرتكب الفواحش في هذا اليوم. بل إن هو التقليد اللي الناس بتتبعه إن ياكلوا السمك وياكلوا البيض. طب ليه؟ السمك ده لأن هم كانوا صايمين صيام كبير ما بياكلوش فيه الروح، حاجة فيها روح، فبيجوا في اليوم ياكلوا سمك فياكلوا بيض ويلونوا البيض بالألوان، اعتقاد عندهم إن دم المسيح. وربنا رفع المسيح زي في القرآن بتاعه، فديت عادات وبدع. عيد وثني النصارى عبدت الأوثان تدعوه إما لتعظيم بعض الأيام أو إما لتعظيم مثلا لآلهة معينة، وإحنا بنتبع سنن من قبلنا. وإحنا ما ناكل في أي وقت الفسيخ والسردين والبيض. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. مين اللي حرم الأكل والشرب؟ هو لازم في اليوم ده
لازم نتبعهم في اليوم ده ونمشي عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم ويحشر يوم القيامة معهم. بتتعلم النصارى، تقلد اليهود، تقلد الغرب، تقلد محل، كل واحد بيتبع قوم هيحشر يوم القيامة معهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن من تشبه بقوم أو من أحب إنسان أو قوم حشر معهم، يقول أنس بن مالك: والله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث فإني أحب رسول الله. يبقى يحشر معاه. إحنا بنطلق سنة النبي ونطلق الدستور بتاعنا ونتبع اليهود والنصارى في هذا اليوم بدع وضلال ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وأكتفي بذلك.